بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع صباح كل يوم جديد أصبحنا نزف شهيدا تلو شهيد، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم الله مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم، ونعزي أنفسنا، فالدم السوداني غال وعزيز. كما نسأل الله للجرحى أن يعجل بالشفاء. إخوتي الكرام، أخواتي، أولا لا بد لي من شكر لكثير من الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معي بالرسائل على الخاص وببعض التعليقات، مقدرين لهذا الجهد الذي نسأل الله أن يتقبله خالصا لوجهه، والذي نهدف من خلاله أن نقدم ما يمكن تقديمه. وهنا لا بد من إشارة صغيرة ونقطة، أن ما يتم تقديمه هو يعبر عني، يعبر عن ذاتي، يعبر عن قناعاتي الشخصية المستقلة والمجردة، والتي تحسب أحيانا في أنك حينما تريد أن تتحدث لا بد أن يكون ما تتحدث عنه داعما لجهة أو متطابقا لفكرها أو رأيها. وهنا لا بد أن أشير بأن ما أقوله إن كنت رافضا للحرب لا يعني ذلك البتة أنني أقف ضد قواتنا المسلحة الباسلة، وإن كنت أدعم خط السلام لا يعني ذلك أبدا أن ما أقوله هو دعما لقوات الدعم السريع أو للأجهزة السياسية التي تنتمي لها، وإنما أتحدث بصفة مجردة. فالهم همي وهم هذا البلد العملاق الذي يتداعى كل صباح، وهو ما يجعل القلب يتفطر دما حسرة على ذلك. وفي هذه النقطة أريد أن أتحدث عن بعض السمات الخاصة بطبيعة الشخصية السودانية، والتي بمرور الأيام أصبحت تأخذ كثيرا من الأشياء بعقلية نمطية. وحينما أتحدث عن النمطية أذكرها هنا أن الكثير من الناس حينما يتحدث يبدأ الناس تحليلا في لونه، في جنسه، في أهله، في ولايته، في اتجاهه، في غيره من الأقوال. وكثيرا ما ننصرف عبر هذه النمطية في التفكير أن ننصرف عن جوهر الموضوع ولبه وزبدته. لذلك أتذكر وأنا أكتب آخر بوست أو ما قبله على صفحتي في الفيسبوك، تحدثت أننا كثيرا ما تستغل أجمل السمات وأطيبها في مكنون شخصياتنا السودانية، والتي أريد أن ألخصها هنا في سمتين أساسيتين: طيبة الشعب السوداني وحمية الشعب السوداني، وكلاهما حينما توضعان في حب الوطن، هذا التراب العزيز، هذا الوطن الكريم الذي بكل أسف أصبحنا نحصر حبه وتقديره في بعض الانتماءات الضيقة. ولعلي رفعت أكثر من فيديو لنماذج تتحدث عن نوع من الحب ليس بمنطوق ولا مقروء ولا مسموع، حب صامت لأشخاص صامتين بعيدين تماما عن الوسائط. تلكم المرأة التي تحدثت والتي أتت من زيارة علاج هي وأمها وهي تقبل تراب هذا الوطن، متحدثة حينما سئلت عن سجودها لله سبحانه وتعالى بعد وصولها لمطار الخرطوم قالت: طعم نيلنا وطعم طيننا
ليس له طعم آخر نجده في أي مكان، وهي تبكي حسرة. فكم من محبي السودان من أساتذة وعلماء، من أطباء ومهندسين يبذلون الغالي والنفيس الآن، وقليلا ما يذكرهم أحد أو يعبر عن أنهم لهم أيضا ذات الحق في أن يكون لهم الشكر والتقدير. فلهم مني سلام تعظيم والتحية منها هنا لكل وطني غيور في قواتنا المسلحة وفي كل ثغر من ثغور هذا الوطن يعمل بغيرة الحب والدافع فأن يحافظ على تراب هذا الوطن كريما مصونا. هذا الأمر يقودني لتأكيد ما ظللت أنادي به، أن هلموا إلى السلام عاجلا لا آجلا. نعم للسلام، نعم لإيقاف الحرب. وأشيرها هنا حينما أتحدث وأنادي بضرورة هذا الأمر أن أوقفوا هذه الحرب. يذكر الكثيرين ويتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذا الحرب عبثية، وأنا أقول إنها ليست بالعبثية، إنها حرب استراتيجية. هذه الحرب استغلت نقاط قوتنا، حبنا، حميتنا من أجل تحقيق أهداف استراتيجية. إن كان قادة بلادي يعلمون بذلك ويشاركون فيه فوالله إنها العمالة وإنها الخيانة، وإن كانوا لا يعلمون فأقول بالفم المليان: لا تستحقوا أن تجلسوا على هذه الكراسي. حرب السودان هذه لم تخطط بالأمس أو ما قبله بيوم أو بيومين، ونحن نمتلك قدرات وإمكانيات تؤهلنا في أن نستشرف ما يحدث الآن ونستقرئه قبل حدوثه. وقد عرفت أجهزتنا النظامية بأنها الأكثر قوة والأكثر خبرة، وكل الذين هم في الجوار تدربوا تحت قيادتها. كيف لها لا تدرك أن هذه الحرب الحالية حرب تمول من كبريات الدول من أجل أهداف مرسومة بدقة وهي واضحة العيان؟ هذه الحرب من أجل تفكيك نسيجنا الاجتماعي، هذه الحرب من أجل تفكيك مؤسساتنا وعلى رأسها قواتنا المسلحة، هذه الحرب من أجل تدمير بنيتنا التحتية. ولماذا كل هذا؟ هدفه الذي يليه أن يتفكك السودان إلى دويلات، ومن خلال هذه المشكلات وهذه الأزمات تسرق الموارد، تسرق الثروات. هذا هو المرتجى. لذلك حينما نرفض الحرب بذات الغيرة، وسنظل ندافع ونقاتل من أجل أن نحقق هذا الأمر. افهموا جميعا أن دعمنا لهذا السلام المرتجى لن يكون انتصارا لمن قتل أو شرد أو دمر، وكذلك لن يكون انتصارا للذي باع وخان. الدم السوداني غالي، الدم السوداني عزيز، الدم السوداني يجب أن نعمل كلنا من أن نحافظ عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولك يا شعبي تأكد أن فجر الغد قادم، والسلام سيحل قريبا عاجلا غير آجل. ذلك فقط حينما تتحد كلمتنا، ذلك فقط حينما نتجاوز الأشخاص والألوان
والأجناس والألقاب حينما نعشق تراب هذا الوطن حبا، انتماء، تقديرا، هوية، فخرا، اعتزازا. فاتكم بعافية، في أمان الله، وإلى حين الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله.